التدخين بيؤدي لتغيرات في الصوت طويلة المدى، زي إن الصوت يتغير للأسوأ، التهابات في الأحبال الصوتية، بحة مستمرة في الصوت. المفروض لما تحصل التغيرات الكتير دي تبدأ تروح لدكتور أنف وأذن وحنجرة ويشوف إذا كان في أي نتوء أو لحمية على الأحبال الصوتية، وساعتها هيتم استئصالها، وبعدها يعمل تحليل أنسجة للعينة دي علشان يتأكد إن مفيش أي أورام حميدة أو خبيثة، لأن التدخين ممكن يوصل لسرطان الحنجرة. والمفروض تبدأ تستشير الدكتور لو البحة دي فضلت مستمرة معاك أكتر من 3 أسابيع. لازم الشخص المدخن يفحص نفسه عند دكتور مرة كل 6 شهور، لأن تغيير الصوت ده ما بيتحولش لسرطان في مدة أقل من ال6 شهور دي، بعد كده بيبدأ يتحول للأعراض الأولى للسرطان. لو تم اكتشاف الكانسر ده بدري فالعلاج بتاعه بيكون سهل وسريع. بنسبة 92% من الحالات اللي تم اكتشافها بدري اتعالجوا بسهولة وبسرعة جدا، لكن في المراحل اللي تم إهمالها فقلت النسبة 70%، لأن في المراحل دي سرطان الحنجرة بيكون وصل للغدد الليمفاوية. الحنجرة قناة بتوصل ما بين البلعوم والشعب الهوائية، موجود فيها الأحبال الصوتية على شكل حرف 7 كده. التدخين بيدخل هواء ساخن ملوث على سطح الحنجرة الداخلية والأحبال الصوتية، وده بيسبب جفاف وتهيج في الغشاء المخاطي للحنجرة. حافظ على حنجرتك من السموم والتلوث ده، خصوصا لو بتعتمد على صوتك في شغلك زي التعليق الصوتي. أنا عايدة طاهر فويس أوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.